الله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، فقد طالعنا فتوى مجمع الفقه الإسلامي في الأيام السابقة، والتي جزم فيها بتحريم التطبيع مع إسرائيل جملة وتفصيلا. والمجمع نحن نشكر أعضاءه أنهم لم يراعوا مجاملة ولا مسامحة ولا خوفا من حاكم ولا مسؤول، وهذه تسجل لأعضاء المجمع جزاهم الله خير. لا أننا نريد أن نعلق على هذه الفتيا، فنقول أولا: مسألة التطبيع هي عقد صلح، وعقد الصلح وإعلان الحرب مسألة من مسائل السياسة الشرعية، لا علاقة لها بالعقيدة، لا علاقة لها بالعقيدة، وإنما العقيدة الولاء والبراء، وذلك أن يتبرأ الإنسان من دين اليهود ومن دين النصارى إلى دين الإسلام. أما مسألة التطبيع فهي مسألة صلح وإعلان حرب. هذه نقطة. النقطة الثانية: فإن إعلان الصلح أو إعلان الحرب منوط بحاكم المسلمين، لأنه الجهة العليا التي عليها مراعاة مصالح العباد. فإذا رأى ولي الأمر ضعفا في المسلمين كما هو في أيامنا هذه، سيما في بلادنا هذه، حيث نعاني من الجوع ومن التشظي ومن الفتن ومن الحروب الداخلية، الأمر الذي يؤذن بذهاب دولتنا وتشظيها وانقسامها، فإذا رأى ولي الأمر مصلحة في عقد الصلح فإنه يجب عليه أن يفعل ذلك حفاظا على بيضة الإسلام، ولو على مال يدفعه لغير المسلمين حفاظا على دولة الإسلام. وقد نص الفقهاء على ذلك استدلالا بما فعله النبي صلى الله عليه وسلم في الأحزاب، حيث فاوض ثقيفا على ثلث ثمار المدينة 3 سنين إن هم تركوا الحرب. فهذا دليل على أنه في حال ضعف المسلمين يجوز لولي الأمر أن يعقد صلحا ولو لم يكن كله كما يريده الناس. ثم ثالثا: الصلح مع إسرائيل كالصلح مع أمريكا وروسيا والصين، وذلك أن أمريكا احتلت العراق وأفغانستان، وروسيا احتلت الشيشان، والصين تعذب المسلمين في بلاد التبت، وبلاد الإسلام كلها واحدة. يعني بعض الناس يعتقد أن فلسطين عندها حرمة زائدة. نعم، بيت المقدس له حرمته، لكن كل بلاد الإسلام لها حرمة ما لفلسطين. فإذا كان كذلك، فكان على مجمع الفقه الإسلامي إذا رأى حرمة الصلح مع إسرائيل أن يعقب بحرمة الصلح مع أمريكا وروسيا والصين، لأن الأمر واحد: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض. هذه الآية موضوع الاستدلال عمة اليهود والنصارى، فلماذا أعملوا النص في اليهود وأهملوه في النصارى؟ هذا يحتاج إلى بيان. لذلك نحن حقيقة نحتاج إلى أهل فتوى ينزلون الوقائع على الواقع، ويقرؤون الواقع، ويدرسون حوجة الإسلام ومدى ضعف المسلمين في زماننا هذا، حتى يكون الحكم مسايرا لواقعنا. والله ورسوله أعلم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.